في اللقطة الأخيرة حدوش ما لعبش الكرة، لعب قدم بوخلدة، فيه العودة إلى غرفة الفار. هل ستكون فيها هناك ركلة جزاء لمولودية وهران لبوخلدة؟ ننتظر نترقب وإياكم مشاهدينا الأفاضل. من عدة زوايا إليكم الإعادة. الحكم عوينا يواصل المشاهدة والتدقيق جزاء أم لا؟ هل هي ركلة جزاء أم لا؟ فعلا ركلة جزاء، ركلة جزاء لمولودية وهران في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول. حدوش يسقط الهدف الثاني بين أقدامه، فرصة الثاني، هل يفشل أو يسجل؟ هل ينجح؟ يفشل في تسجيل الهدف الثاني مولاي عزيز. ركلة أخرى ضائعة مهدورة لمولودية وهران. القائم يتعاطف مع شبيب مع ركلة ضائعة مهدورة من مولاي عزيز. إذن هدف دون رد مشاهدينا الأفاضل. بهذه النتيجة ينتهي الشوط الأول، في انتظار الشوط الثاني أفضل وأحسن ونشاهد فيه أهداف من كلا الجانبين. أما الآن أترككم مع الزميل أمين بقدوري وضيفه